بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي، بحبكم في الله. هنعمل جاتو شاتو بطريقة حلوة قوي. بما ان النهاردة جمعة اجازة هنعمل حاجة حلوة في بيتنا لاولادنا. اجازة هنتلم هنتجمع زي ما انتم شايفين كده. معايا كوباية من السكر، كوباية من الحليب، كوباية الا ربع من الكاكاو الخام المر، وعليهم كوباية الا ربع من الزيت، وهنضربهم حلو قوي لغاية اما يندمجوا ويبقى صوص تقيل. هناخد منهم كوباية وهنحط عليه الباقي اللي في شفشق الخلاط او في الكبة او في اي حاجة انت بتستخدميها. هنحط عليها بيضتين وفانيليا. ومعايا الدقيق بتاعنا، كوبايتين من الدقيق، عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر. وهنزل بالخليط بتاعنا اللي في الخلاط وهنقلبه حلو قوي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هفضل اقلب فيه على اتجاه واحد بالراحة علشان الهواء اللي احنا دخلناه في المكونات بتاعتنا ما يخرجش بره ويخلي الكيكة بتاعتنا مكتومة. زي ما انتوا شايفين كده اقلب في اتجاه واحد وبالراحة لغاية اما الدقيق بتاعي يمتزج من المكونات اللي احنا ضربناها في الخلاط على اتجاه واحد. وهنزل بمعلقة خل، ومعايا نص كوباية من المية السخنة او كوباية الا ربع، مش هناخدها كلها، هناخد منها حوالي 4 معالق عشان الخليط بتاعنا تقيل قوي ما يبقاش الكيكة بتاعتنا معجنة زي ما انتوا شايفين كده. وهقلب حلو قوي لغاية اما القوام بتاعها يتظبط معايا ويبقى مظبوط وحلو. هفضيها في صينية متبطنة بزيت وكاكاو، لان ديت شوكولاتة، كيكة شوكولاتة، ما ينفعش ان احنا نبدرها بدقيق عشان الدقيق بتاعها ما يبانش فيها. الدقيق اللي احنا هنبدر بيه الصينية ما يبانش معانا. هنبدرها بزيت وكاكاو وادخلها الفرن زي ما انتوا شايفين كده. ومعايا الكريمة بتاعتنا، معايا كوباية كريم شانتيه على نص كوباية من الكريم باستري، وعليهم نص كوباية من السكر حسب التحلية. ومعايا كوباية من المية وهضربهم حلو قوي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت لغاية اما الكريمة بتاعتنا تبقى حلوة معانا. هنزل بيه معلقتين من الصوص الشوكولاتة اللي احنا حشناه على جنب عشان يديني غناوة وطعم حلو قوي في الكريم شانتيه بتاعي. وهنزل بنص كوباية من المية وهضربهم حلو قوي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت لغاية اما قوامها يظبط معايا ويبقى قوامها حلو علشان نغلب بيه الكيكة بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين كده الكيكة بتاعتنا خرجتها من الفرن وخرمتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وسبتها تبرد، وهسقيها نص كوباية من الحليب عشان تبقى جوسي وحلوة معايا. هسقيها كلها كده حروفها وجنابها كده عشان تبقى طرية معايا واحسن من المحلات 1000 مرة. زي ما انتوا شايفين كده. وهنزل بالكريمة بتاعتنا، هغلف الكيكة بطريقة حلوة. لو مش عارفة تظبطيها بالمعلقة السيليكون بتاعتك، في سكرابر اللي هو بتاع الحلويات، لو مش موجود عندك بمسطرة نغسلها حلوة قوي وبالراحة هنساوي زي ما انتوا شايفين كده. هنحاول ان احنا نظبطها بالسكرابر بتاعتنا علشان تبقى مسوية تبقى الكيكة بتاعتنا واخدة من الكريمة بتاعتها كلها زي ما انتوا شايفين كده. وهنزل عليها بصوص الشوكولاتة اللي احنا عملناه في الاول اللي هو جناش الشوكولاتة زي ما انتوا شايفين كده، تقيل وجميل جدا وطعمه في منتهى الجمال. ربنا يحسن ما بين ايديكم وتعملوا الافضل والاحسن. لايك وشير وكومنت حلو منكم. وزي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله جميلة جدا وبألف هنا، طعمها غني جدا وحلوة قوي. هنقطعها وهزينها تزيين عشوائي كده، اي تزيينة انتوا حابينها. انا في الكريمة بتاعتي فاض منها شوية، هحطها في كيس حلواني وهعمل روزتات بسيطة كده. وانتي بتقطعي السكينة بتاعتك حطيها في مية سخنة قوي علشان لما تيجي تقطعي الكيكة بتاعتك تبقى متساوية وشكلها حلو ومتناسق زي ما انتوا شايفين كده. معايا كريم شانتيه من اللي فايض معايا، هحطه في كيس حلواني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هعمل روزتات بسيطة كده تديني شكل حلو.
وعندي كريسبي هنزين بيه، فرماسيل ماشي، شوكولاتة، شوكليت شيبس، اي حاجة موجودة عندك حابة تزيني بيها هتدي لمسة حلوة معاكي وهتدي شكل حلو قوي. وبألف هنا زي ما انتوا شايفين كده. ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعي النهاردة وتعلمتوا حاجة مفيدة، حاجة حلوة في يوم اجازة عملناها ببيتنا، ما كلفتناش حاجة وما خدتش مننا وقت، وطعمها حلو قوي وغنية. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.